اسمع لهذه القصة ذكرها بعض علماءنا. قال: كان هنالك رجل في البادية جالس، وإذا بخنفساء تأتي على رجله وتصعد إليه فتلسعه، فغضب الرجل وضرب الخنفساء وقتلها، وقال: لا أدري لماذا خلق الله هذه الخنفساء، الله كان غنيا عن خلقها. أعوذ بالله، هذا كلام كبير عند الله سبحانه وتعالى. فإذا بالرجل تتورم رجله، وذهبوا به إلى المستشفى فقالوا له: لا بد أن نقطع رجلك لأنها تجرثمت. فأبى الرجل أن يقطع رجله، فقالوا: هنالك رجل يعالج في الطب الشعبي في البادية، فقال: ائتوني به، وكان صاحب مال. فأتوا بهذا الرجل إلى هذا المصاب، فقال: علاجك عندي، هنالك خنفساء في البادية ولا بد أن تذهب معي كي أعالجك بها. وذهب معه هذا المصاب، وإذا بالخنفساء نفسها التي قتلها، فوضع الخنفساء على مكان الإصابة وخيطوا عليها، وإذا بالخنفساء تأكل الجراثيم التي مكان الإصابة، وإذا هو يتماثل للشفاء ولم يضطروا لقطع رجله. إياك أن تقول كلام لا تدري ما معناه. فهذا الرجل تآلى على الله سبحانه وتعالى، قال: لماذا خلق الله سبحانه وتعالى هذه الخنفساء والله غني عنها؟ الله سبحانه وتعالى ما خلق شيء إلا لحكمة، لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون عما يفعلون.